السلام عليكم ورحمة الله يا رجالة، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان تاخد ثواب وأنا آخد ثواب. عليا أفضل الصلوات وأتم التسليم. نهاية الدوري المصري بعد 281 يوم من تأجيلات وتوقفات و الأهلي بطل الدوري النسخة ديت طبعا ب 43 مرة، وهيمنة للأحمر في كل الأرقام. هقول لك ملخص أرقام بتاعت الدوري المصري كلها إن شاء الله. الزمالك بيعمل رقم سلبي ما عملوش من 2017. هنتكلم مثلا ان الاهلي اكثر تسجيلا للاهداف، جايب 63 هدف، واقوى دفاع النادي الاهلي جايب دخل مرماه 13 هدف. الحرس اقل تسجيل للاهداف، جايب 21 هدف بس وهبط. المحله اضعف دفاع دخل فيه 47 هدف وهبط. الاكثر انتصارا طبعا النادي الاهلي 25 فوز، يليه بيراميدز 22 فوز، يليه الزمالك 17 فوز. الاقل خساره برضو طبعا النادي الاهلي، خساره واحده من بيراميدز بسبب كولر منه لله. بيراميدز خسر 5 مباريات، فيوتشر خسر 6 مباريات، الزمالك خسر 8 مباريات، كتير طبعا. الحرس الاكثر خساره خسر 19 مباراه وهبط. المحله واسوان خسروا 17 مباراه وهم الاثنين برضو هبطوا، رغم ان انا كنت نفسي ما يهبطوش، فرق جماهيريه انا بحبها. الاقل تعادل في الدوري انبي تعادل 6 مباريات، بيراميدز والاتحاد تعادلوا 7 مباريات، الاهلي تعادل 8 مباريات. الزمالك طبعا زي ما قلنا بيحقق رقم سلبي ما حققوش من 2017، خسر 8 مباريات. الزمالك خسر 8 مباريات في 2017، قبل كده كان خسر 9 خسائر طبعا في 2017، طبعا رقم سلبي صعب جدا. الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك. المصري بقى وفيوتشر الفريقين الوحيدين اللي قدروا يفرضوا التعادل على النادي الاهلي ذهابا وايابا، يعني علي ما فازش عليهم لا في الدور الاول ولا في الدور الثاني. وطبعا كل ده يعني علي ماهر دلوقتي كان بيدرب فيوتشر، ساب فيوتشر وراح المصري، فاهم انت؟ فاهم اهلي، هو علي ماهر فاهم النادي الاهلي. انا في رايي كولر يتحمل ضياع موسم تاريخي للنادي الاهلي بلا هزيمه و90 نقطه كل ده ضيعه بسبب ان عدم توفقه في الاختيارات التشكيلات في اخر مباريات، وعدم قدرته، دي النقطه بقى اللي اهم، عدم قدرته على خلق دوافع للعيبه في المباريات ديت. الارقام دي محتاجه دوافع، ما قدرش يعمل كده بالفعل. وبقيه احصائيات الدوري المصري: هبوط حرس الحدود يستحق الهبوط، المحله واسوان بالنسبه لي لا يستحق الهبوط، كان الداخليه كان يستحق الهبوط، طلائع الجيش كان يستحق الهبوط، لكن المحله واسوان ما يستحقوش الهبوط صراحه. بس ما اعرفش في اخر المباريات كده حصل شيء غريب عن الحرس. المحله بيخسر من الحرس اخر ماتش 4، المفروض ما تخسرش، انت كان زمانك فاهم انت معدي. اسوان نفس الكلام برضو ما عرفش يوفق. فرق جماهيريه، انا بحب الفرق الجماهيريه يا جماعه، بتدي روح للمباريات. هداف البطوله طبعا اجنبي السنه دي يا جماعه، مبولولو الاتحاد السكندري جايب 16 هدف، يليه زيزو جايب 13 هدف، يليه محمد حمدي زكي لاعب اسوان جايب 12 هدف. بالنسبه للنادي الاهلي، هداف الاهلي في الدوري السنه دي محمد شريف جايب 11 هدف، رغم ان في مباريات كتير قوي ما لعبهاش. معلول جايب 8 اهداف، معلول صاحب المستوى الثابت. طبعا زي ما قلنا فيوتشر بعد ما علي ماهر مثلا قعد معاهم 690 يوم وعمل فرقه جميله جدا وفرقه بتنافس. علي ماهر في خبر غريب، بيسيب فيوتشر ويرحل عن فيوتشر ويروح للزريب المصري، لسه فيوتشر ما جابش مدرب او اعلن عن مدرب. اعتقد رحيل علي ماهر عن فيوتشر بسبب ان فيوتشر بيفرط في لاعبين علي ماهر مش عايز يفرط فيهم، امثال بوبو وعمر كمال وندفيد هيرجع. فاعتقد ان علي ماهر هي دي المشكله الاساسيه مع اداره فيوتشر، ان هو ما كانش يحب ان يفرط في النجوم، لانه عايز يحافظ على استمراريه جوده الفرقه، وحقه صراحه، وده مكسب كبير قوي للنادي المصري. اسمع مني السنه الجايه اتفرج على النادي المصري هيبقى عامل ازاي. وعالميا طبعا نجمنا طارق حامد اللي احنا قالوا بقى جاب كان مش عارف ايه وجابوا لعيبه مش عارف ايه، الراجل ده جوده على فكره. طارق حامد لعيب جامد جدا قوي في مركزه، فاهم ازاي؟ بدليل ان سانتوس مدرب الاتحاد السعودي رفض رحيل طارق حامد وصمم على بقاء طارق حامد. هنشوف طارق حامد ان شاء الله السنه الجايه برضو في الدوري السعودي مع الاتحاد السعودي، رغم ان في مفاوضات كبيره قوي كانت من بيراميدز ومن العين الاماراتي، بس استمر طارق حامد اللاعب الراجل صاحب الثمان رئات. بالتوفيق ليه طبعا. في النهايه يا صاحبي ما تنساش تشترك في القناه عشان تتابع كل جديد. سلام.